مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض حاجه حلوه النهارده في نهار الشتاء البارد ده. هنعمل رموش الست. هقول مكوناتها، هي زي ما على قد ما هي كتيره كده، بس بسيطه جدا جدا في الشغل. معايا 125 جرام زبده، معايا 3 معالق كبار جوز الهند، معايا ربع كوب او يعني ربع كوب سكر بودره، معايا 3 معلقتين زيت، معايا بيضتين خدت البياض بتاعهم وصفار بس، معايا ربع كوب ميه سميد، ومعايا كوبايتين ونص دقيق، ومعايا معلقتين كبار بيكنج باودر ورشه فانيليا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض. رموش الست عايزه شربات خفيف قوي قوي. شربات بتاعها يبقى عباره عن ايه؟ تعالوا كده على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. معايا كوبايه ونص ميه وكوبايه ونص سكر. هما دلوقتي بيغلوا على النار. هحط عليهم نص عصرة ليمون، نص عصرة ليمون بس كده، علشان انا مش عايزاه تقيل زي بتاع الكنافة. انا عايزاه خفيف جدا جدا خالص، زي مثلا يعني ايه، زي بتاع البسبوسه كده. انا عايزاه شربات خفيف عشان هسقي منه رموش الست لما تطلع، وهو مش محتاج يبقى تقيل. معايا كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، هسيبهم ربع ساعه او 10 دقايق على النار واطفي عليهم. نروح بقى نشوف هنعمل ايه باقي المكونات. انا هنزل هنا الزبده معايا، هنزل الزبده وتكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش ساقعه عشان تنزل معايا. هنزل 125 جرام من الزبده، 125 جرام، معاهم ربع كوبايه من سكر البودره زي ما احنا شايفين كده. اللي يحب الحاجه مسكره يخلي نص كوبايه، بس عشان في شربات انا ما حبيتش ان هو يبقى السكر زايد، انا ما بحبش الحاجه مسكره الاول. هنزل هنا معلقتين الزيت بعد ما انا دمجت الزبده مع السكر. معلقتين الزيت المهم مع بعض كده كده بالمضرب اليدوي بالطريقه دي عشان تسيح معايا. نخليهم يتجانسوا مع بعض قوي كده ان شاء الله. ثابت معايا خالص اهي، بقت سايبه خالص. كل ما تكون الزبده بدرجه حراره الغرفه بتريحنا كتير. كده هنزل بياض بيضتين وصفار بيضه بس، وخلينا الصفار التاني علشان ندهن منه الوش. اللي ما بيحبش زي كده الصفار او البيض على الوش يبله بلبن، يعني يحط على الوش لبن، ما يحطش صفار بيض. انا كمان ما بحب الصفار البيض، ما بحبش البيض كتير في الاكل، بحب الزفاره البيض. زي ما احنا شايفين كده هندمج المكونات كلها مع بعض، طريقه سهله وبسيطه. نشوف يعني عدد الكميه، نقول ده حاجات كتيره بس هي اسهل انواع الحلويات اللي ممكن تشوفيها. هنزل معلقتين الكبار 3 معالق جوز الهند، وهدمج المكونات كده. الله اكبر، كده هدمجها معاها بالطريقه دي. وهنزل كده، حطيت رشه فانيليا. هحط ربع كوبايه دقيق السميد، دقيق السميد الساده اللي ما فيش اي حاجه، ربع كوبايه دقيق سميد. وهدمج المكونات تاني مع بعض بالطريقه دي. حاجه سهله خالص. انا لما الشربات اللي على النار ده غلى حطيت عليه رشه الليمون ووطيت عليه النار 10 دقايق واطفى عليه. ليه؟ لان انا عايزه رموش الست عايزاها سخنه جدا طالعه من النار، وعايزه الشربات بارد بدرجه حراره الغرفه واسقيها. فلازم حاجه منهم، لا لازم الشربات اللي يبقى بارد، ورموش الست هي اللي تبقى طالعه من النار سخنه. كده انا دمجت المكونات كلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده. هنزل بالكوبايتين ونص دقيق واحده واحده كده، نص كوبايه، وادمج المكونات معايا كده. طريقه سهله وبسيطه خالص خالص، حاجات بسيطه. هكمل باقي
كوبايه الدقيق. بس كده كده يا حبايبي، انا حطيت كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقتين كبار بيكنج باودر. انا حطيت الكميه كلها الدقيق. ما شاء الله بقت العجينه، هي مش عايزه عجن، ومش الست عايزه تتلم بس كده. احنا لميناها بالطريقه دي. محدش ينسى معلقتين البيكنج باودر، انا حطيتهم مع الدقيق، هما في اخر حاجه خالص مع الدقيق. كده ما شاء الله العجينه لمت معايا زي ما احنا شايفينها كده. هنشتغل على طول عشان دي السمين وجوز الهند ما يشربوش الماده السائله اللي فيها وتنشف معايا. هنشوف على بركه الله ونشوف هنعمل ايه. حبيبي انا جبت صينيه ألمونيا زي دي ودهنتها ماده دهنيه، زيت سمن زي ما تحبي. انا الوقت حاطه زيت، دهنت الارضيه بتاعتها زي ما انت شايفه كده عشان الحاجه ما تلزقش فيها. وهنشكل مع بعض رموش الست. هنعملها كده صغيره كده، عايزاها صغيره كبيره. انا عملتها بالطريقه دي وهضغط عليها كده واحطها هنا كده. اعمل معاكم كمان واحده ولا اتنين كده. تقطع القطعيه بالطريقه دي، عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك خالص. كده كونت معايا. هنعمل كده ونضغط عليها في النص كده ونحطها هنا. نقطع كمان واحده، كبير صغير براحتك خالص. كده يا حبايبي بالطريقه دي احنا هنفصلها كده. كمان هعمل معاكم كمان واحده كده. احنا لازم تساويها في الاول، تساويها كده وبعدين تعملها طول طول وتضغطي عليها وتعملي كده وكده، تضغطي في النص بالطريقه دي. هنعمل معاكم كمان كده، نعملها كده نكورها كده عشان تتساوى كده، عشان تتساوى. وبعدين افرد معاكم واضغط عليها واسويها من هنا كده. بقت معايا بالطريقه دي سهله خالص. ونشتغل على طول ليه بعد ما خلصنا عجن؟ علشان فيها مواد بتشرب المواد الدهنيه زي السميد وزي جوز الهند، فاحنا بنشتغل بسرعه كده علشان العجينه ما تنشفش معايا. عشان ما تنشفش معايا انا طفيت النار على الشراب، على الشربات يعني. وان شاء الله اول ما تطلع من النار هنسقه لها وهو بارد كده بالطريقه دي كده. اي اشكال انتوا عايزينها، اي اشكال انتوا عايزينها تعملوها، اللي نفسكم فيه اعملوه. كمان معايا شايفينها اهي مستويه اهي. هضغط كده واجي من هنا اعمل كده وكده واضغط عليها في النص واحطها تاني كده. انا هكمل باقي الكميه بالطريقه دي وبعدين اوريكم شكلها قبل ما تدخل الفرن على درجه حراره 180 وتفت على الشربات عشان يبرد، ونشوف هنعمل ايه. يا ريت تنتظرونا. كده يا حبايبي شكلها النهائي بعد ما احنا خلصناها. اللي عاوز يشكل اي تشكيله يشكل، يعني اللي عاوز يعمل يحط مكسرات، يحط بندق فستق عين جمل، يحط فول سوداني، يحط على كل واحده واحده كده عادي. انا عايزاها ساده بالطريقه دي. هدخلها الفرن على درجه حراره 180، هسيبها 10 دقائق على الفرن، يعني على شوايه الفرن من تحت. وبعد كده اشغل الشعله اديها وش من فوق واوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. يا ريت تنتظروا. نار ما شاء الله على الريحه، ريحه جوز الهند مع دقيق السميد طالع ما اقولكوش عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحاول اقلب لكم واحده بس هي سخنه، لازم وهي سخنه كده. انا هرصها هنا كده عشان اقول لكم هعمل ايه. لان انا عندي الصينيه اللي انا حطاها فيها في الفرن كبيره عليها قوي، لو حطيت فيها شربات هتبقى عايزه كميه كبيره خالص. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ريحتها زي ريحه البسكوت ما شاء الله عليها، جميله قوي قوي قوي. انا هعرفكم دلوقتي انا بحطها في بوله غويطه كده ليه. هعرفكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله زي البسكوت بالظبط. الريحه جربوها مش هتندموا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده هنا كده هحاول اشيل الصينيه سخنه معلش وهحط ده كده.
شايفين وهي سخنه كده. الشربات معايا هنا، يا ريت الشربات هنا معايا بارد خالص، بارد خالص. هنزل عليها وهي سخنه كده، هنزل عليها وهي سخنه بالطريقه دي. شايفين انا حطاها في بوله لها غطا علشان انا، ارفعي معايا كده لو سمحتي. انا هنزل الشربات تاني هنا، هنا كده كده، واحاول انزله عليها من فوق تاني كده 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 كده. ايوه، هسيبها في الشربات كده. شايفين شكلها؟ شايفين شكلها من تحت عامل ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله شكلها ما اقولكوش. انا عشان ما بحبيش البيض في الاكل كتير، يعني انا بحس بزفرته قوي، فما ما حطيتش. انا دهنت وشها باللبن. شايفين الوش باللبن عامل ازاي؟ اجمل من البيض بألف مره. جبت فنجان ومليته لبن وبالفرشه ودهنت وشها من فوق. انا هغطي بالطريقه دي كده وهسيبها لمده 10 دقايق في الشربات تشرب منه، وبعدين اطلعها واوريكم شكلها عامل ازاي. ده الشكل النهائي لها يا حبايبي، يا حبايبي، بعد ما سبتها 10 دقايق في الشربات. ما شاء الله بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هسيبها لغايه ما تبرد خالص واحطها في التلاجة ساعه. يا ريت تتاكل وهي ساقعه، ما تتاكلش وهي سخنه، هتفرق معاكم كتير قوي قوي في الطعم. ده كان الشكل النهائي ليها. يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا له الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده وتقولوا نفسكم اعمل لكم ايه، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.